قوي، عايز عضوية في النادي، هحضر كل ماتش. والله يا اخي هذه رسالة الى كابتن محمود الخطيب. اسمعني يا كابتن، انا اليوم اعلنت انضمامي الى كتيبة نادي الاهلي المصري زعيم افريقيا، وخلاص اقسمت الولاء والانتماء للكيان. وعايز اقول حاجة، مع احترامي الشديد لا لاعب ولا مدرب حببني في هالنادي، والله جماهير الاهلي المصري الجمهور اللي ما شفت في حياتي نفسه، مع احترامي الشديد للجميع. وانتوا ارسلتوا رسالة ان النادي وجماهيره اكبر من اي لاعب واكبر من اي مدرب واكبر من اي مسؤول. الجمهور هو الرقم واحد. اللاعب ان جاه عقد من نادي ثاني راح وخلاك، المدرب ان جاه عقد من نادي ثاني راح وخلاك. الجمهور هو الوفي، الجمهور هذا اللي يتوارث حب نادي الاهلي المصري. وانا دلوقتي معاكم حوصي عيالي وعيال عيالي على هالنادي، والله. مش لوحدك يا عادل، انت كمان مش لوحدك يا عادل، انا كمان يا عادل. مش لوحدك برضو يا عادل، انا معاكم برضو. كلنا لوحدكم، انا كمان معاكم. احنا بنحب الاهلي يا عادل، احنا بنحب الاهلي يا عادل. واللي حببني في النادي قول هاها انا متكيف بصراحه. قول هاها. جمهور عظيم والله، جمهور عملني بطيب وباحترام يا راجل. ما شفت كومنت واحد سلبي تجاهي ابدا. الكل بيقول عادل ولدنا، عادل حبيبنا، عادل ابو دم خفيف. سموك ابو دم خفيف يا راجل. يشهد الله المحبة من الله تيجي. انا لا دورت الترند، انا جيت حالي من حال اي حد، بشجع فريقي. وانا العين عندي، ترى العين بالنسبة لي عيني، والله عيني. انت شمال بتهز جبال، جاي من على صوت نرجع الابطال. استنى شمال بتهز جبال، جاي من على صوت نشجع الابطال. لا في واحدة ثانية حلوة. ايه؟ ما تسمعونا حسوكم. ايه اللي عيارة عندكم؟ دي ما حبيتهاش. دي شمس لينا يا عادل، والمشكلة يا عادل هم كانوا بيشاوروا كده ليه؟ بيطالعني واحد مصري بيقول لي ما تسمعونا حسوكم. ايه اللي جرى عندكم؟ والله واحد مصري بيطالعني يقول لي حسوكم.